لو نفسك في كباب حلة بصوص يجنن وطعم ياخد العقل يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل مع بعض النهارده كباب الحلة المصري الأصيل بطريقة سهلة وبسيطة من غير إضافات كتير، وهيطلع ناجح معاكي والصوص مظبوط من أول مرة، واللحمة طالعة زبدة ومستوية وطعمه هيخطف القلب. تاكليه بقى مع الرز بشعرية هتدعيلي. يلا بينا نشوف وصفتنا ايه. لكل كيلو من اللحمة كيلو من البصل. ما تقلقيش من كمية البصل، هتدوب ومش هتحس بيها خالص. بقطع بقى البصل بتاعي شرايح رفيعة زي ما انتي شايفة كده لحد لما خلصت الكمية بتاعتي. في طاسة على النار أو حلة بضيف عليها معلقة كبيرة من السمنة لحد لما تسيح معايا كده وتقدح. اول ما السمنه بتاعتي تقدح كويس واتاكد انها ساحت وسخنت، بضيف عليها قطع اللحمه المكعبات بتاعتي. ببقى مقطعاها كده ايه، لا هي صغيره قوي ولا كبيره زي ما انتوا شايفين. وانتي بتجيبي اللحمه بتاعتك قولي للجزار انا عايزه قطعيه لكباب الحله، هما بيبقوا عارفين، وهيديكي قطعيه تستوي قبل البصله. احمر بقى اللحمه بتاعتي كده مع السمنه كويس. ما تقلبيش فيها كتير لان انا مش عايزه اللحمه تنزل ميتها دلوقتي. انا بس مجرد ان انا بديها كده ايه، صدمه ولون، لون حلو كده، مش عايزاها تنزل اي ميه. لما بقت اللحمه تتحمر معايا بنزل بنص كميه البصل بتاعي وبديله تقليبه كده مع اللحمه، وبعدين انزل ببقيه الكميه. الخطوات مهمه جدا، لازم تعمليها كويس. تبدأ بقى اللحمة هنا كده هتنزل المية بتاعتها. قبل ما تنزل المية بتاعتها بضيف عليها باقي كمية البصل، واقلب كويس جدا. التقليبات كده ايه خطوة مهمة بقى هنا، علشان انا عايزه بقى البصل ينزل الميه بتاعته مع اللحمه، علشان انا هسويها في الايه في الميه دي. اضيف بقى التوابل بتاعتي مش كتير، فلفل اسود وملح وقرفه والسبع بهارات وثلاث فصوص حبهان بالظبط وورق لوري. اقلب بقى الكلام ده كله كويس قوي مع بعضه كده على الطاسه على النار لحد لما اللحمه بتاعتي تنزل ميتها كده بالظبط. انا مش هزود اي ميه دلوقتي، انا هسيبها تستوي شويه في الميه اللي نزلت منها. كل شويه طبعا ايه بفتح عليها واديها تقليبه كده لحد لما ايه الاقيها ايه بتاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده اهو. وطول ما هي فيها ميه انا مش هزود ميه الا لما تبدا الميه بتاعتها تقل. اول ما الاقي الميه بتاعتها بدات تقل بزودها شويه ميه سخنين. اهم حاجه الميه تكون ايه، سخنه ومغليه علشان ما توقفش سوى اللحمه بتاعتي. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده اللحمه بتاعتي استوت واخده لون خطير جدا جدا، وما ضفناش بقى اي صوصات ولا اي حاجه. هو من البصل والتوابل بتاعتها ريحتها تجنن وقلب البيت، وطالعه زبده جدا. الف هنا وشوفها على قلبكم. قدميها بقى مع رز بشعريه او كليها بالعيش، بس عايزه اقولك ان كباب الحله معروف انه بيتاكل مع الرز بالشعريه، مناسبه جدا للعزومات. الف هنا وشوفها على قلبكم. اتمنى انكم تتابعوني وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. شكرا.